موضوع ان احنا نعرف الستايل بتاعنا او نكتشف احنا بنحب ايه وبنكره ايه بيوفر علينا كتير جدا في فكرة عدد القطع اللي عندنا، ان احنا ما نشتريش حاجات على الفاضي ونركنها. بيقلل معانا فكرة ان انا شايفة الحاجة في المحل حلوة وبعدين اروح البيت البسها الاقيها مش حلوة. بيقلل من اهم مشكلة اللي بحاول احلها على طول في القناة بتاعتي، وهي ان احنا ما عندناش هدوم نلبسها. هاي جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نلاقي الستايل بتاعنا وازاي نلبس لو احنا بتيت، وازاي نبني دولابنا صح، وعن هدوم المستعمله، وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. النهارده من الفيديوهات المحببه بالنسبه لي، كنت بحب دايما اتفرج عليها ولحد الان برضك بحب اتفرج عليها عشان بحس ان هي تجربه شخصيه شويه، فبحب اتفرج على كل واحد وتجربته كده. وهو ازاي نلاقي الستايل بتاعنا. انا كنت عامله فيديو قبل كده وعايزه اعمله اللي هو تبقى فيديوهات كده صغيره علشان ما نكلكعش الموضوع، ولكن النهارده قررت اني اجمعه في فيديو واحد، وبعدين ممكن نعمل فيديوهات تانية خطوة بخطوة. يعني فيديو النهاردة عن ازاي نلاقي الستايل بتاعنا بخطوات كده، يعني هنقول نسبيا انها بسيطة، بس الفيديو حلو جدا ومسلي. لو انتم مهتمين يلا بينا نبدأ. موضوع ان احنا نعرف الستايل بتاعنا او نكتشف احنا بنحب ايه وبنكره ايه بيوفر علينا كتير جدا في فكرة عدد القطع اللي عندنا، ان احنا ما نشتريش حاجات على الفاضي ونركنها. بيقلل معانا فكرة ان انا شايفة الحاجة في المحل حلوة وبعدين اروح البيت البسها الاقيها مش حلوة. بيقلل من اهم مشكلة اللي بحاول احلها على طول في القناة بتاعتي، وهي ان احنا ما عندناش هدوم نلبسها. صراحة بحسه موضوع مهم وشيق وحلو ان احنا نتكلم فيه. اول حاجة هنتكلم فيها دلوقتي علشان الكلمات دي بنسمعها على طول، هو ايه الفرق بين الفاشن والستايل والبيرسونال ستايل. الفاشن هو الموضة الشائعة او المنتشرة حاليا او اواخر نمط من انواع مثلا اللبس، انواع تسريحات الشعر او ستايلات الشعر، وحتى السلوك. يعني ببساطة هو الاتجاه السائد او الترند الحالي. اما بقى الستايل فهو النمط او الطريقة اللي بنعمل بيها الاشياء. هديكم مثال على كده، معنى ان احنا لو مثلا القميص الابيض دلوقتي هو الحاجة الترندي او الحاجة الفاشن بالنسبة للوقت اللي احنا فيه، فطريقة تنسيقه زي مثلا كده او طريقة تنسيقه كده، فهي دي الستايل. يعني الطريقة اللي هنلبس بيها القميص دوت ايه هي. وفي جملة نقدر نقولها بتعبر عن الفرق بين الموضوع، وهي fashion is what we buy and style is what we do with it. يعني الفاشن هو الحاجة اللي نشتريها، والستايل هو هنعمل بيها ايه او هننسقها ازاي، هنلبسها ازاي، وهكذا. اما بقى البيرسونال ستايل هو الطريقة اللي بيعبر بيها الاشخاص عن نفسهم من خلال اختياراتهم في لبسهم، في تسريحات شعرهم، نوع المكياج اللي بيحبوه، اكسسواراتهم، يعني الطريقة اللي بيلبسوا بيها. يعني كل الموضوع عن ان احنا يكون عندنا ستايل بيعبر عننا، بيحسسنا ان احنا حاسين ان ده احنا. ده اهم حاجة في الموضوع. تاني خطوة دلوقتي او تاني حاجة هنمشي عليها هي ان كل حاجة بتبدأ من جوه لبره. على فكرة الجملة دي نقدر نطبقها على اي حاجة في حياتنا، ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي. بمعنى ان البداية دايما هتكون من جوه دولابك. يعني اكيد دولابنا ده فيه حاجات بنحب نلبسها، ومش طبيعي ان انا يكون عندي دولاب هدوم كله مش بحبه. اكيد في قطع اللي هي بفضل لازقة فيها على طول، القطع اللي هي بلبسها دايما باستمرار فبتهلك واجيب غيرها وهكذا. القطع دي مهمة جدا عشان دي اللي هتكون اساس البداية او حجر البداية بتاعنا اللي هنبدأ بيه، لان القطع دي هي اللي هنعرف منها احنا بنحب ايه وبنكره ايه وليه وعشان ايه وكل الكلام ده. طيب لو انا شخص هلهلي مثلا زي ما بيقولوا كده، وبلبس ومش باخد بالي او مش بركز او بلبس اي حاجة تيجي قدامي، ممكن ان انا اراقب نفسي في خلال مدة مثلا من اسبوعين لشهر، اراقب ايه القطع اللي بلبسها وايه القطع اللي مش بلبسها وايه القطع اللي هي بلبسها نص نص. كل الكلام ده اقدر انفذه ازاي؟ في 3 طرق نقدر ننفذ بيها. اول طريقه، الهدوم اللي لبستها ممكن اطبقها بطريقه مخالفه، ان انا اقلبها على ظهرها واطبقها، فوقتها هاخد بالي ان دي القطعه اللي انا لبستها. ممكن لو معلقاها في الرشاق اعكس الرشاق، اخلي الرشاق كلها اتجاه واحد واعكس الحاجه اللي انا لبستها باتجاه تاني عشان اميزها. تالت حاجه اننا نقسمهم في باسكت، مثلا زي مثلا باسكت اللي بنلم فيه الغسيل، نقدر نحط فيه القطع اللي لبسناها علشان نبقوا عارفينها لوحديها. بعد ما عرفنا المجموعه اللي بنحبها ايه، هنجيب المجموعه دي ونسأل نفسنا انا بحبها ليه، وايه المميز فيها وايه المختلف فيها. هل مثلا علشان هي قصتها بتحسسني ان الشيب بتاعي حلو او بتظبط الشيب بتاع جسمي؟ هل مثلا علشان الخامة؟ هل مثلا علشان اللون؟ عشان ايه بالظبط؟ ايه اللي بيلفت نظري فيها وايه اللي محببني فيها؟ هل مثلا هي مريحة بالنسبة لي، بتديني شعور ناقصني؟ ايا يكن الحاجات دي هسجلها. يعني انا مثلا كبسنت انا دايما ما بحبش الحاجات اللي فيها شيفون، ما بحبش الحاجات الدانتيل، ما بحبش الحاجات اللي هي ستايلها فيمينين قوي برضو، مش او اللي هي ستايلها انثوي قوي، مش بتريحني. بحب جدا اللون الاصفر، بحسه ملفت قوي بالنسبه لي، اول حاجه باخد بالي منها لو معروضه في محل او في حاجه. بكره الالوان الصريحه زي اللي هي الزهري، النبيتي، البتنجاني. كل الالوان دي انا ما بحبهاش خالص، ما بيجيش معايا سكه. ومؤخرا بطلت البس اسود، بقيت بلبسه اللي هو للضروره القصوى. مثلا بحب الحاجات اللي مثلا تديني طول،
زي مثلا البنطلون الوايد ليج بحبه علشان بينفعني في الحاجات اللي بحسها ممكن تأثرني فبلبسه بيفرق معايا. كل الحاجات دي انا ببقى عارفاها وبسجلها، ان دي كمان بتفرق وانا بعمل ستايلنج للقطع، فببقى عارفه مثلا دي بتخلي الشيب بتاعي حلو، دي مثلا بتطوني، دي مثلا بترفعني، يعني يكون كل الحاجات دي المفروض ان احنا نسجلها ونكون عارفينها عشان كمان بتنفعنا لما نيجي نشتري. الخطوه الثالثه بعد ما جمعت داتا كويسه عن انا بحب ايه وبكره ايه وعن القطع اللي انا بميزها وبفضلها، هحاول ان انا اوصفها بثلاث كلمات. الموضوع ده حلو جدا وبيسهل علينا قوي واحنا بنبني الاوتفيت بتاعنا. هنزل لكم دلوقتي صوره فيها الكلمات المعبره تقدروا تستعملوها. أنا اول ما جيت اختار حسيت ان انا ممكن اختار اوفر سايز، ممكن اختار كاجوال، ممكن اختار بردك بولش. ولكن بعد كده لما جيت اطبق الموضوع على القطع اللي بحبها وعلى دولابي وعلى الحاجات اللي بحب البسها، شفت ان انا في حاجات مختلفه بحب اضيفها، زي ان انا الستايل بتاعي يكون فيه شيء من الجيرلي، وده بيبان في ان انا بحب مثلا الحاجات الكيوت، بحب مثلا الحاجات اللي فيها ورد، بحب مثلا الجامب سوتس. برضو بعد اكسسواراتي زي مثلا السلسله اللي عندي اللي عليها دبدوب او السلسله اللي فيها وردات ملونه، كل الحاجات دي بتعبر عن الستايل الجيرلي. الكاجوال بقى انا ما غيرتهاش لان ده طبعا باين من ستايلي، انا اغلب الوقت بكاجوال الحاجه مش محتاجه كلام فيها. ولكن برضو كنت محتاره في اوفر سايز، في بولش. انا طبعا بلبس غالبيه الوقت اوفر سايز، لكن برضو دي مش الحاجه اللي اقدر اوصف بيها ستايلي قوي، لاني برضو عندي حاجات ياما على مقاسي عادي وبلبسها. بالنسبه بقى لبولش دي اللي كنت محتاره فيها جدا ما بينها وما بين بلايفول. حسيت ان بولش بالنسبه لي كتير، لان بولش حسيت ان هي فيها شيء من الهندمه وكده، وانا ما بحبش الهندمه اوفر. انا بحب ان الحاجه تبقى شيك ولكن يبقى مش مهندمه اوفر، او مش اللي هو احس ان انا كاني رايحه مثلا مناسبه او رايحه حاجه. لما بلبس حاجه كده بحس ان هو بيديني الايحاء ده على طول، فانا ما بحبش الموضوع ده. ولكن بلايفول بالنسبه لي مناسبه اكتر، ان انا بحب ساعات الحاجات اللي فيها قصات مختلفه، بحب اجرب حاجات جديده. طبعا نقطه بقى هنتكلم عنها وهي ان احنا نعرف الاندر تون بتاعنا والالوان الانسب ليه، وان احنا نعرف البادي شيب بتاعنا. دول مهمين، ولكن انا بالنسبه لي صراحه كانت نقطه واحده اللي مهمه، والنقطه الثانيه ما كانتش قوي يعني. انا عندي فيديوهات متكلمه فيها عن الاندر تون قبل كده من فتره، كانت في الريلز او كانت في المقاطع القصيره على اليوتيوب. ولكن انا صراحه الموضوع مش مهم بالنسبه لي قوي. ما كنتش باخد بالي، انا بلبس كل الالوان عادي بالصدفه. بس لما قريت عن الموضوع بدات ادقق في الصور، اكتشفت ان فعلا في الوان بتخلي الوش منور ومشرق، وفي الوان تانية بتخلي الوش شاحب شويه، الهالات السوداء مثلا باينه شويه. ده خدت بالي منه في صوره كنت لابسه فيها تيشيرت بيج قريب لدرجه وشي، فحسيت ان هو مبين الهالات السوداء او مبين وشي مصفر. فده دلوقتي بيخليني اخد بالي مثلا ان انا ابعد عن درجات معينه من البيج اللي هي تكون قريبه لدرجه وشي، ان انا مثلا بلبس كل الالوان عادي ولكن بتجه ان هي تكون الوان دافيه عشان الاندر تون بتاعي دافي. بس كده صراحه بقيت اكتر من الاصفر لما عرفت ان هو بيري مع الاندر تون بتاعي. طبعا كل ما نقرا ونجرب في الموضوع هنفهم اكتر وناخد بالنا اكتر ايه اللي بيريق معانا وايه اللي مش بيريق معانا. يعني مثلا لو الحاجه مثلا انا عارفه ان اللون ده مش رايق مع الاندر تون بتاعي، فابسط حاجه اعملها ان انا ابعده عن وشي. يعني مثلا لو حجاب لا بلاش البسه. لو مثلا انا سي مثلا ده مش ماشي مع وشي، فاقدر ان انا البس هايكول تاني مثلا يبقى اقرب للون وشي بعيد عن دوت، فالموضوع ده هيقل. مثلا سكارف، شال، ايا يكن. يعني الموضوع ده ليه علاج بالستايلنج عادي، برضو تقدروا تلبسوا الالوان اللي انتوا تحبوها، بس تكونوا عارفين مثلا ايه الالوان الانسب بالنسبه لكم واللي بتخليكم مشرقين كده. وطبعا في فيديوهات ياما عن الموضوع دوت، اسيب لكم بردك لينكات لو لقيت فيديوهات اللي هي مفيده فيها الخلاصه، عشان الموضوع دوت كتير قوي. وفي ناس بردك بيقولوا ان هو في شيء من النصب، زي اللي هو بيعملوا البتاع كده يقعدوا يجربوا بالالوان. في ناس بتقول ان الايرن بيبقى متغير في الخلفيه، فما علينا. يعني المهم ان انتوا تكونوا عارفين شيء من الموضوع. التانية بقى بتاعت البادي شيب كانت صراحة مهمة جدا بالنسبة لي. انا الاول ما كنتش باخد بالي من الشيب بتاعي، فكان الموضوع دوت مأثر معايا وانا بشتري. انا دايما كنت بشتري اختيارات غلط، دايما بشتري الحاجات اللي بتخني، دايما بشتري حاجة واركنها. فالموضوع فرق معايا وانا بستايل الحاجة، ان انا مثلا اكون جايبة الحاجة وانا عارفة مثلا ان هي ممكن ما تناسبنيش قوي، بس انا اعرف ازاي اخليها تناسبني. فانا معايا في حوار ان انا وزني زاد وزني قل، الموضوع مش بيفرق، لان هي زي خطوات كده او حاجات بنمشي عليها واحنا بنشتري. فالموضوع ده مهم جدا ان انتوا تكونوا عارفينه، بيوفر عليكم كتير جدا. هتلاقوا اللينك ظهر لكم هنا او هنا او هنا في اي حته يعني، وهسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس. فيديو بيتكلم عن انواع الاجسام وازاي نعرف نوع جسمنا. بس خطوه بقى ان احنا نلاقي الانسبريشن بتاعنا او نلاقي الالهام بتاعنا ونحوله لاطقم. النقطه دي بقى ان احنا نلاقي انسبريشن او مصدر للالهام بتاعنا. مصدر الالهام او الالهام عموما ممكن نلاقيه من اماكن كتيره جدا حوالينا، اهمها طبعا انستجرام، بنترست، او حتى ممكن يكون من المجلات، من الافلام، من المسلسلات.
حتى من صحابنا والدايره اللي حوالينا لو في حد بيلبس واحنا بنحب الستايل بتاعه او طريقه لبسه. ممكن حتى من الطبيعه. انا كنت متابعه قناه على اليوتيوب كانت بتعمل اطقم كده للاسبوع، اللوح بتاعت فان جوخ والحاجات ديت، كنت بحب اتفرج عليها وكنت بحس ان الموضوع مسلي، اللي هو بتجيب حاجات كده تحسي فعلا ان هم شبه اللوحه. المهم واحنا بنتفرج على صور، لو مثلا مش مصدر الهامنا حاجه حوالينا وصور واشخاص مثلا لابسه او كده، ان احنا واحنا بنتفرج ما نبصش للحاجه اللي هو حاجه عابره كده، لا اخد بالي الاوتفيت اللي هي لابساه دوت او الطقم اللي في الصوره ده ايه اللي عاجبني فيه، ايه اللي مميز فيه بالنسبه لي، علشان اعرف احوله لحاجه انا اقدر البسها او اقدر اطبقها من الدولاب عندي. ومفيش مشكله برضك من بعض التقليد الحرفي، يعني مثلا ان انا اشوف صوره عجبتني الاقي عندي القطع اللي زيها فالبسها زي ما هي. دي حاجه برضك اللي هو نقدر نقول ان هي مش وحشه للاخر ومش كويسه للاخر، عشان برضك اعرف الحاجه دي هل هي مريحه بالنسبه لي او انا حبيت الطريقه ديت في اللبس، عشان بعد كده ممكن اطبقها او ممكن اشتري بعد كده من القطعه دي. فالموضوع ده مش مشكله خالص، برضو عادي. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله اللي لسه ببنيها. في العيله ديت بنتكلم فيها عن مشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نبقى فاشونستات او شيك اون بادجت. فلو انتم مهتمين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشيروا القناه لاصحابكم علشان القناه تكبر بسرعه وعلشان يكون عندي حماس اعمل فيديوهات اكتر. الخطوه معانا ان احنا نعمل مود بورد وكبسول ووردروب، يعني ان احنا هنجمع كل الصور وكل الحاجات اللي الهمتنا، نجمع كل الحاجات اللي احنا في اول فيديو اتكلمنا عليها، ايه الحاجات اللي بنحبها وايه الحاجات اللي بنكرهها، الالوان اللي بنحبها والالوان الانسب لينا والشيب بتاعنا والثلاث كلمات اللي اخترناهم كلهم، وهنعملهم في مود بورد نقدر ان احنا نعملها قص ولزق او نقدر نعملها على التليفون عشان تفضل معاكم على التليفون لما تيجوا تشتروا تعملوها كده زي مرجع ليه. الموضوع ده هيبقى حلو واحنا بنشتري، يعني مش هشتري واغير دولابي على طول واجيب كل الحاجات دي، لان وارد جدا في الاول اشتري حاجات غلط، وارد ان انا اغير رايي، وارد ان انا اضيف واحط. انا لحد الان بقالي سنه بغير وبضيف في الدولاب، يعني الشتوي نوعا ما بقيت احس ان انا متمكنه منه، الصيفي صراحه لسه لحد الان ما لقيتش الحاجات اللي تعبر عن ستايلي اكتر، فالموضوع متغير. فاقدر ان انا اضيف مثلا كل شهرين 3 مثلا قطعتين 3 على حسب الميزانيه بتاعتي، بجانب القطع اللي انا بحبها، وابدا اتخلص من الحاجات اللي انا مش حباها. ممكن بقى اديها لناس محتاجاها، ممكن مثلا ابيعها، ممكن اوزعها على اصحابي، ممكن ابدلها مع حد، ايا يكن الطريقه، المهم ان هي تكون مستدامه طبعا. مع الوقت الموضوع هيتغير، ان احنا يكون عندنا دولاب بنحب اللي فيه او بنحب حتى معظمه او بنحبه كله، دي بقى مرحله متقدمه قدام. الخطوه الثانيه اللي بينصح بيها كل الستايلست وكل اليوتيوبرز اللي اتفرجت عليهم اللي ليهم علاقه بالستايل والكلام ده، ان احنا نعمل كبسول ووردروب. يعني ببساطه نجمع كل القطع اللي بنحبها ديت ونعملها كبسوله كده صغننه، ونحاول ان احنا ننسق منها مثلا 7 قطع مثلا، نطلع منهم 10 اطقم مثلا. الموضوع ده حاسه ان هو مسلي، انا جربته مره قبل كده على انستجرام، بس عايزه اجربه تاني برضك الشتا دوت، لان انا حاسه ان هو مسلي، لان عدد القطع بيبقى قليل فبيساعدنا اكتر ان احنا نبدع ونبتكر، يعني نضيف اكتر من الستايل بتاعنا او من التاتشات بتاعتنا احنا. كده تكون رحلتنا في اللي احنا نلاقي الستايل بتاعنا خلصت بالنسبه للفيديو، ولكن طبعا الموضوع بياخد وقت، اننا لازم نجرب ونتمرن. يعني انا بدات الموضوع من الشتا اللي فات يعتبر، او من الشتا اللي فات، حاسه ان انا بدات ان انا الاقي ستايلي اكتر، وبدات ان انا ادور على قطع تعبر عني اكتر، والموضوع ده فارق معايا في الشتاء. يمكن في الصيف لسه مش لاقي قوي زي ما قلت من شويه، دي بحاول اكون شبهي اكتر، والموضوع دوت بيجي بالتدريب وبيجي بان انا بجرب وبغير، وساعات بجيب حاجات وببيعها وببدل وبشتري. وبرضك بتفرج على بنترست ياما، يعني انا على طول زي ما قلت لكم بعمل عاده ان انا مثلا افتحه كده عشوائي واكتب مثلا وينتر اوتفيت او سمر اوتفيت، واقعد اقلب كده واتفرج علشان عيني برضك تبقى اخده افكار، فلما اجي اطبق بطرق مختلفه. ده بيفرق جدا في النتيجه النهائيه، واهم حاجه الصبر، وان انتوا تاخدوا وقتكم في ان انتوا تكتشفوا الستايل بتاعكم وتكتشفوا ان انتوا بتحبوا ايه. يعني انا من زمان كنت فاكره ان انا بحب اللون الاسود، ولكن دلوقتي اكتشفت ان انا ما كنتش بحب الاسود، انا بحب الاصفر جدا، لان انا بحسه بيعبر عن شخصيتي اكتر من ناحيه اللي هو متفائل ومشرق كده، فبحس اللي هو لوني المفضل يعني. فالموضوع ده بياخد وقت عادي جدا، خد وقته. لحد الان بعافر ان انا اضيف الوان لدولابي، اي نعم لسه لحد الان برضك ممكن داخليا ما عنديش الجراءه، او مثلا عشان انا بدور ان انا اجيب البيزيكات او الحاجات الاساسيه الاول عندي، والقطع الكلاسيك انها تكون بالوان ترابيه علشان انسق معاها الالوان. فالموضوع اخد وقت، ولسه لحد الان برضو ما وصلتش لدولاب الالوان اللي بحلم بيه زي الصور كده،
ولكن برضو كل حاجة بالصبر، يعني كل حاجة بتيجي بالوقت، فخدوا وقتكم عادي جدا. اخيرا الثقة ثم الثقة ثم الثقة، ان انا البس اللي انا حباه والبس اللي انا شايفاه بالنسبة لي مريح وحلو عليا. مش مهم خالص رأي الناس، مش مهم هيقولوا ايه، ان هي كلمة واحدة اللي هنقولها، ان الحياة قصيرة على ان انا البس حاجة انا مش مرتاحة فيها او حاجة انا مش حباها. يعني انا مثلا دايما بالذات في الشتاء بحب جدا الهدوم الاوفر سايز، ومؤخرا بحب ان انا اجيب بليزرات. انا دايما ماما وبابا بيعترضوا على الموضوع، بيشوفوا ان انا بعوم في الهدوم لان انا بجيب اوفر سايز اوفر سايز، مش اللي هو حاجه بسيطه. ولكن انا دايما بحب الموضوع ده، ومع الوقت الاول كانت ماما بتقعد تقول لي انت شاريه ده مش عارفه ايه. بعد كده مع الوقت بقى الموضوع عادي، اللي هو دي بس انت دي بتلبس هي حاجات كبيره كده، اي حاجه كبيره هتلبسها عادي. برضو في الشوزات بالذات بحب اشتري برضك الحاجات المختلفه، برضو بالنسبه لماما ولاخواتي في البيت بتبقى شكلها غريب، او بتبقى شكلها اللي هو مش زي الحاجات العاديه. اي نعم الموضوع مش بيعدي من غير تريقه ومن غير ضحك، ولكن انا بحب الموضوع وعارفه ان احنا بنقدر الاختلاف. الاختلاف جميل جدا، ان احنا نلبس حاجه بتعبر عننا، وان احنا نكون عارفين ان احنا كلنا مختلفين، مش كلنا مثلا دماغ واحده. يعني مش كلنا مثلا هنلبس البلوفر ده بنفس الطريقه، او هنحب اصلا نلبس البلوفر ده. ولو انتوا خايفين من الموضوع فممكن ناخد الموضوع تدريجي، يعني حبه حبه، يعني دي في حاجه بسيطه من اللي انا حباها مش عارفه ايه. مع الوقت الناس بتتعود وبتبقى شايفه ان ده العادي. يعني مثلا انا دلوقتي اخواتي بيشوفوا البلوفرات الكبيره فبيبقوا عارفين مثلا ان هي دي بسنت، دي لو شافته بسنت هتلبسه على طول. مثلا اختي برضك اللي هي اصغر مني على طول برضو بتحب الحاجات اللي هي الفانتج قوي، واللي هو الستايل واسود على طول. فبرضك انا لما بشوف حاجه فيها دانتيلات فيها مش عارفه ايه ببقى فاكره برضك ان دي اختي، وان ده هيعجبها وهتحب تلبسه على طول. فاخد الموضوع تدريجي، الناس بتتعود عادي، وحتى لو ما تعودوش مش مهمين خالص، اصلا المهم ان احنا مرتاحين. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو حابين الموضوع دوت ممكن نبقى نتكلم عنه في فيديوهات تاني. واكيد اكيد يعني اخر الشتاء هكون برضك جددت حاجات في دولابي، لان انا بجدد فيه حاليا، فاكيد اخر الشتاء ممكن اضيف لكم برضك فيديو عن التغييرات اللي عملتها في الستايل بتاعي ودولاب الاحلام اللي انا بحلم بيه بقالي فتره طويله قوي ده. لو عايزين تسالوا عن اي حاجه في الكومنتات اكتبوا لي تحت، برد على طول على فكره. وبس كده، لو عجبكم الفيديو شيروه لاصحابكم علشان الفايده تعم مع الجميع. باي.